ويقتسمان أوجاعي بزقزقة لها طعم الغناء المر، مختلفا بأسماعي. وكم صنع حكايات عجيبات لإمتاعي، وكم جمع حبوب القمح مكسورا لإشباعي. وعند الليل يشتبكان ينتحبان من قفصي وقضباني، فأفتح مشفقا بابي وأحضاني، فيفترشان أكتافي ويقتالان أحزاني، ويستمعان في شغف لأناتي وأشعاري، وكأن يكتبان الشعر مثلي فوق دفاتري. وعلى شباك أفكاري تمازحنا، فلم أعرف هل العصفور كان هما أم أنا حين لجأت للطيران، وهل كان هما نفسي، لأنهما على الشباك قد كتبا كثيرا من مناجاتي وأشعاري. ومن هول الذي كتب فقد بكي على كتفي، وراح يذرفان الدمع في شجر بأحضاني. وفي غدنا يخون عهودنا العصفور، يطير إلى الفضاء والنور، ويلعن ظهر بستاني، فتبكيه وترسيه العصافير التي جاءت تعزيني. فأهتف والفراق المر يسري بين أوردتي، ويصرخ في شراييني: أيا عصفورتي الثقلى، كفى حزنا على من باع أيكتنا، كفى دمعا على من خان عشرتنا. ونقرأ ألف فنجان، ونقصد ألف عنوان، وننشر ألف إعلان لعصفوري لكي يأتي ولا يأتي. ونغلق كل شباك فتحناه، ونهمل كل بستان زرعناه، ويبقى الباب مفتوحا بداخلنا لكي يأتي لنا يوما، وبالأحضان نلقاه. وعند عشائنا يوما يدق الباب دقات لها معنى، تعلم أنه العصفور أتى يبكي وقد ضاعت جناحاه، ويحكي قصة الدنيا التي ذهبت بيميناه ويسراه، ولم يدرك بفطرته بأن النار غير النور. ويبكي عشه المهجور، تهدأ زقزقات الحزن فوق شفاهه السفلى، ولم يكمل حكايته، وفوق صدورنا أخفى، وقد ماتت أغانيه، وقد هدأت جناحاه. أشكركم جميعا، شكرا جزيلا.